في دكتور بره كان بيقول لي هو انت ازاي لسه عايش لحد دلوقتي؟ بيقول لي انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تهتم بجسمك وتلعب عشان تعرف تكمل، يا خلاص. في مصر بنتكلم اشخاص ذوي الاعاقه بنتكلم من 11 ل 15%، يعني بنتكلم من 11 مليون ل 15 مليون شخص ذوي اعاقه. يا في الجامعه كنت لسه في الجامعه كنت لسه في الجامعه، كنت في ثانيه جامعه بالظبط. كنتش عايز اعيش، كنتش عايز اعمل اي حاجه لان خسرت كل حاجه. انت عندك القوه فعلا ان انت تقدر تعمل رياضه زي ما الناس بتعمل رياضه، مش مجرد ان هو كويس ان انت عايش زي ما بيقولوا كده. بقاله 30 سنه ما بيعرفش ياكل لوحده. صعب. حد يبقى المايند سيت بتاعته التزاميه، وحد المايند سيت بتاعته لا انا هكمل. كان عندي عميد الكليه كان رافض ان انا اكمل دراستي اصلا. كان بيقول لي انت اصلا ما بتكتبش على الكيبورد، طب انت هتكمل ليه؟ شوف لك كليه ثانيه. خلي بالك هو الموضوع يبان عشان احنا من بره فشايلين في الموضوع ممكن مانجبل. المشاكل بتاعت الاكسرسايزز مثلا لحاله زي باشمهندس ايه، هو ازاي هيبقى قاعد على الكرسي ويحتاج ينام، او لما ينام ازاي يحتاج يقوم. مصر عندنا مشكله في لاك اوف نوليدج من ناحيه سباينال كورد انجري. النهارده حلقة مميزة جدا، ومتأكد إن في ناس كتير جدا هتستفيد من الحلقة دي. معانا دكتور اسلام، دكتور علاج طبيعي ومتخصص في الاصابات الرياضيه، ومعانا شريك العزيز باشمهندس دسوقي والمسؤول عن تطوير البيزنس، ومعانا يعني باشمهندس طارق اللي فعلا انسبيريشن قوي جدا جدا، وقصته يعني الهمتنا كلنا. ومن داي 1 من اول ما اشترك معانا واحنا متحمسين جدا ان احنا نقعد، وقعدنا تقريبا بعدها باسبوع بعد لما اشترك وبدا معانا. اتحط في تحدي كبير قوي، او في تحديات كبيره جدا، بس هو اكتر حد ممكن يحكي لنا عن التحدي ده. اولا بنرحب بيك ومبسوطين جدا جدا، مش متخيل مبسوطين ازاي ان انت معانا النهارده. والله عايز اقول لك انا مبسوط اكتر بكتير جدا 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 ان انا معاكم. عايز اقول انتوا قبل ما ابدا بس حلتوا لي مشكله كبيره كانت موجوده عندي، جامد جدا جدا في حته الورك اوت، او الواحد يعمل تريننجز موجوده، فانتوا حلتوا لي اصلا مشكله كانت موجوده عندي رهيبه. الحمد لله. قد كده. خلينا نبدا في الاول. اقول انا اسمي مهندس طارق سالم، شغال في شركه من احد الشركات الكبيره في مجال السحابه او مجال الكلاود، وعندي شركه متخصصه في مستلزمات او الادوات المساعده الخاصه باشخاص ذوي الاعاقه. عملت حادثه في 2006 ادت لحاجه اسمها شلل رباعي. يعني ايه شلل رباعي؟ يعني مش بعرف احرك رجلي ولا صوابع ايديا. فبعد الحادثه كان بالنسبه لي كل حاجه كنت شايفها خلاص دمرت. انا في الجامعه كنت لسه في الجامعه كنت لسه في الجامعه، كنت في ثانيه جامعه بالظبط. كنتش عايز اعيش، كنتش عايز اعمل اي حاجه لان خسرت كل حاجه. ولا بعرف اكل لوحدي، ولا بعرف اشرب لوحدي، ولا بعرف اعمل اي حاجه. كل الناس كلها كانت بتساعدني في كل شيء. فشايف ان هو انا هعيش ليه؟ انا ليه موجود اصلا؟ فدي كانت بالنسبه لي ازمه كبيره في البدايه. بعد كده واحده بواحده بدات ان انا مش عايز طبعا اسرد في الموضوع كله، بس بدات واحده بواحده الواحد يبتدي يخش شويه يكمل. بدأت كنت لسه في الجامعه، فبدات ان انا اكمل تاني في الجامعه لحد ما انت فصلت شويه طبعا لما حصل الموضوع ده، الحادثه. بص انا قابلتني بعض المشاكل، ودي حته مهمه جدا جدا. نفس بعض الحاجات نقدر ان هي بتلينك شويه ما بين هناك وما بين اللي حصل برضو مع تيم عز هنا. اللي هي ايه؟ انا كنت كمبيوتر ساينس، وانا هناك ما كنتش بعرف اكتب على الكيبورد لان مش بعرف احرك صابع ايديا. فبالنسبه لي ده كان تشالنج كبير. وكان عندي عميد الكليه كان رافض ان انا اكمل دراستي اصلا. كان بيقول لي انت اصلا ما بتكتبش على الكيبورد، طب انت هتكمل ليه؟ شوف لك كليه ثانيه. فدي بقى اللي هو بص انت هنا دمرتني. يعني زي ما احنا بنقول كده، انت جبتني على الارض. فاهم؟ قعدت كده شويه لحد ما جت والدتي قررت ان انا اسافر المانيا اعمل ريهاب او اعمل تاهيل هناك. سافرت المانيا عملت تاهيل، وكان في هناك طريقه بيكتبوا بيها على الكيبورد، لكن الطريقه دي ما كانتش افيشنت بالنسبه لي او مش فعاله. فكانوا بيحطوا كده حاجه كده وبتكتب بالطريقه دي. فالمهم قعدت شويه. كان في زمان ما اعرفش تفتكروه اكيد. فاكر اعلان كان في بتاع كريم فرد شعر كان بيقعد يطلع كده في يعمل تن بدون ذكر مين. ايوه عرفت. فاكره اللي هو الصوت ايوه ولا ستريت فاكرينه. فانا كنت موجود انا في المانيا قاعد، فلقيت الشعرايه فقلت ايه ده؟ دي فكره حلوه، ليه ما اعملش تول تكون بتلف على الصباع واكتب كده؟ فعملت التول دي والحمد لله سجلت باسمي هناك. وكانت هي دي. بس انت كنت مسافر للعلاج ولا كنت مسافر تكمل الدراسه، ولا الاثنين مع بعض؟ لا علاج. مسافر علاج جدا يعني. فبدات كانت هي دي الجورني بتاعتي. رجعت بقى لعميد قلت له بقول لك ايه، بص انت ما فيش حجه، انا بكتب على الكيبورد بتاعنا هكمل. رجع لك باختراع كمان. يعني فاهم، واتسجلت باسمي بقى. ما فيش اي حاجه نتكلم بقى خالص. فهو بصراحه تفهم الموضوع وكملت دراستي
لحد ما خلصت. بعد كده عملت دراسات عليا، كنت بوست جراديويت برضو في بعض الحاجات، وبدات اشتغل بقى بعديها تاني. فاشتغلت في الاول خالص بحول مكالمات في جامعه، ومعتز بهذا الموضوع جدا، لحد بقى ما جيت بعد كده دخلت بعد كده بروجرامينج في جامعه القاهره، وبدات بعديها تاني بقى اكمل يعني، لحد ما الحمد لله وصلت اشتغلت في شركه اتصالات كبيره جدا، احد شركات الاتصالات يعني، وحاليا بقى في شركه تانية موجوده يعني. حلو قوي. طبعا احنا اول ما اتقابلنا كان الموضوع يعني ما اكذبش عليك احنا كان عندنا نوع من التخوف في الموضوع ده. ما كانش عندنا مش فكر ازاي نابروتش التشالنج ده، بس طبعا دايما بيبقى في نوع من التوافق ما بين الطرفين، واحنا ما كناش متاكدين قوي ان الطرف الثاني ممكن او يبقى في توافق ما بيننا. ايه اللي حصل انت حسيت ان سهل التوافق ما بيننا يعني؟ طيب خليني اقول لك ان الحته دي سؤال كبير جدا جدا جدا، فعشان اقدر اجاوب عليه انا مريت بتشالنجز كبيره اصعب بكتير من الموضوع ما كانش سهل. خليني اقول لك اول ايه اللي اصلا خلاني افكر، او ايه اللي خلاني يعني كان عايز سالني انت ايه اللي خلاك تخش في تيم عزه، او ايه اللي خلاك تفكر. اول حاجه كنت بقعد اتفرج على كميه الفيديوز اللي كنت بشوفها على الانستجرام، فكان بالنسبه لي اللي هو ايه ده، انا عايز ده، انا عايز اخش، انا عايز اعمل ورك اوت، انا عايز احسن من جسمي، عايز اعمل يعني في نفس الوقت انا مريت بستراجلز كتيره جامد جدا جدا صحيا. وفي دكتور بره كان بيقول لي هو انت ازاي لسه عايش لحد دلوقتي؟ عندي مشكله في رقبتي، فكان بالنسبه له مشكله، بيقول لي لسه عايش، فبيقول لي انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تهتم بجسمك وتلعب عشان تعرف تكمل، يا خلاص. فخلاص بقى انت واقف هنا على نقطه فاصله، صح. فاهم؟ نقطه فاصله، انت لازم تاخد بالك من نفسك، لازم تاخد كذا جسمك، لازم تاخد بالك من اكلك، النيوتريشن، لازم كل لازم تاخد بالك منه. فانت محتاج حد سبيشاليزد يكون معاك، بس مشكلتك ان انت مشغول، فمش لاقي وقت ومش لاقي جيم اكسسبل بالنسبه لك يكون قريب من بيتك. يبقى انا رقم واحد ما عنديش جيم قريب من بيتي ان انا اقدر اروح على طول واعمل. في نفس الوقت الجيم is not accessible for me، وفي نفس الوقت انت عايز حد يكون بيتابع معاك، بيديك نظام نيوتريشن مظبوط، وانت تكون قادر تلعب خلاص وانت تعملها. فدي التشالنجز الاولانيه اللي كانت موجوده. التشالنجز الثانيه ان انت بتاخد اكسرسايزز موجوده او بتاخد تريننجز. التريننجز الموجوده دي بقى انت بالنسبه لك برضه هتستراجل، لان انا مش بحرك صوابع ايديا. طب انا عندي تمرين الفلاني، طب انا هعمله ازاي؟ ان شاء الله. فبتقعد بقى تفكر كتير، ممكن في الاول تقعد تاخد ساعه، ساعه ونص، ساعتين، لحد ما توصل بس تعمل تمرينتين 3. فاهم؟ فبتقعد بعديها بقى تبتدي تطلع في حاجات، تبتدي تحاول تخلي الدنيا يكون فيها accessibility، او ان هي تكون accessible، او بمعنى صح يكون فيها اتاحه. فدي يمكن الحاجات اللي كانت قابلتني في الفتره اللي فاتت يعني. انا عايز اسالك سؤال بس ما تقوليش عادي. ها انت ما كنتش لا انت ما كنتش قلقان ان انت تبدا مع باشمهندس طارق؟ كنتش قلقان؟ اصلا انا كنت قلقان يعني، انا كنت اصلا انا كلنا كنا قلقانين. وبعدين انت اصلا بعد اول مكالمه انت اتكلمت مع السيلز تيم، والسيلز تيم اتكلموا مع دكتور اسلام عشان هو هيبقى فاهم مننا اكتر. لقيته بيقول لي ده فاهم اكتر من اي حد، يعني هو يعني فاهم جسمه وفاهم هو عايز ايه وفاهم هو محتاج ايه، فده شخص شاطر وفاهم بالظبط ايه التفاصيل بتاعت كل حاجه هو محتاج ايه. بص، هو القلق كان طبعا عندنا كلنا، سواء في التيم في المانجمنت، او سواء مني او سواء حتى من باشمهندس طارق. حتى هو كمان لما جه بدا يشترك معانا، هو كان قبل حتى ما يبدا الاشتراك هو كان عايز يتكلم مع الدكتور اللي يتابع معاه حالته عشان يبدا يعرف انتوا رايحين فين. لان اعمل له امتحان صغير. هو طب انت هتعمل ايه في انا اقول لك على حاجه يعني، انت بصراحه مش هكذب يعني، انت جبت، بس انا فعلا انا قابلتني مشاكل كتير مع دكاتره هنا كتير. ايوه ما بالظبط. فانا عايز اعرف اللي انا هخش ده يعني، هل هو فاهم، هل هنعرف يكون في زي ما انت قلت توافق يعني هي دي كانت حته مهمه قوي. الحته اللي هو قال ان هو لما كلم دكتور امجد، عشان خاطر انا كنت عارف ان انا لما هسال دكتور امجد هو كان هيكلمه يقول له دكتور اسلام سالك ولا لا، فهو كان داخل من اول مره هو نفسه، لان هو في الموضوع من زمان، من ايام ما كان في الكليه لحد دلوقتي، فوق ممكن قد ايه تقريبا حوالي 15 سنه. ما بعدش بصراحه، سنه من 2006. ففي المرحله من 2006 لحد دلوقتي يعني 24 سنه 20 سنه 24 سنه. المرحله دي هو عدى على كل التخصصات تقريبا في كل حاجه، من اول تمريض لحد اعلى جراحه. وهو بيدور كمان، مش من هو بيستنى حاجه جديده، هو بيدور. كمان مهمه، هو مش شخص عادي، مش واحد مثلا هقول له اعمل كذا فيعمل كذا، او دي ما تنفعش ما تنفعش. هو نفسه بياخد المعلومه وبيسيرش مره واثنين وثلاثه. لا، فهو لو الموضوع مش مقنع اصلا بالنسبه له من الاول هو مش هيخش. ده انا عدى عليا كتير، انت اللي هتضيفه لي
وده كان التشالنج في الاول ان هو يبدا يقتنع اصلا بينا كسيرفيس. والحمد لله لما عملت معاه كول ساعه قبل ما يخش معانا في الاونبوردنج كول، بدات اشرح له الموضوع يمشي ازاي وهنهندل الموضوع ازاي. وبصراحه برضو الموضوع ما كانش ستريت لاين بالبدايه. يعني هو اهم حاجه في اللي انت لما تيجي تتعامل مع حد هانديكاب او حد عنده مشكله حركيه هو المايند سيت، هو العقليه بتاعته. بالظبط. العقليه بتاعت باشمهندس طارق ده فعلا بدون مجامله دي عشان هو معانا، لا هي عقليه مختلفه عن اي حد. لان انا شفت من تعاملي بقى كعلاج طبيعي بعيدا عن الفيتنس تريننج، شفت ناس يمكن عندهم ديسابيلتيز اقل منه بكتير، بس المايند سيت انهزاميه لابعد حد. هو خلاص شايف ان دي النهايه. لكن هنا مع موجود الديسابيلتي هو كان عنده المايند سيت بتاعت لا انا هعمل، لا انا واخد القرار ان انا حتى لو الوقت مش سعف. وحتى يعني احنا عملنا نيوتريشن، عملنا تريننج بروجرام، وعملنا كل حاجه، ساعات كان بيبقى في ظروف، ساعات بيبقى في توترات في النص، لا بنختفي وبنرجع نكمل، وده فرق معاه. المايند سيت بتاعت ان انا لازم اغير، يعني الكلمه اللي قالها له العميد اللي هو انت ايه اللي جابك هنا، انت خلاص انتهيت، تدمر اي حد، تنهي اي حد. فهو لا ده انا هخش وهكمل وهعافر وهثبت نفسي. ده بالظبط اللي لقيناه حتى في التريننج. يعني مش سهل ان انت تتعامل مع حد، طب انا لما اجي امرنه، طب انا هينام ازاي، طب هيقوم ازاي، طب هيتحرك ازاي، هيتمرن ازاي، طب الريزيستنس هيمسكها هو اصلا، حتى الهاند فانكشن، طب لو صرفنا في ان هو يتحرك الهاند فانكشن نفسها مش موجوده. لا فده كان تحدي كبير، وهو بصراحه ساعدني فيه كتير. هو كان عنده القرار ان انا لا انا هعمل، حتى لو ما عرفتش دلوقتي هعافر مره واثنين وثلاثه واربعه. وحتى كمان لما دخلنا مع بعض ال1 تو 1 سيشن كان بيعافر عشان خاطر يقدر ينفذ التمرين. عندي سؤال، ايه اللي بيخلي مايند سيت حد انهزاميه؟ طبعا كله اكيد اي حد ذوي احتياجات، كل يعني احتياجات مختلفه، ولكن يعني في العام، في المجمل العام، ايه اللي بيفرق ان حد يبقى المايند سيت بتاعته انهزاميه وحد المايند سيت بتاعته لا انا هكمل؟ سؤال اكبر من اللي فات. يعني السؤال اكبر. هي تعتبر عن النشأة، يعني هو نشأته كانت عامله ازاي. انا والدي الله يرحمه من وانا عندي 10 سنين كان بينزلني، كان عندنا مصنع مواد غذائيه، كان بينزلني مع تراك كده كبيره وانزل اوزع مواد غذائيه مع السواق بحيث يكون هو موجود. فانا يعني متربي من زمان ان انا ابقى شايل مسؤوليه. خلاص بعد الحادثه كنت موجود انا ووالدتي واختي، فبرضه زي ما قلت اتهزمت كتير. انا كنت بطل سباحه ومحقق بطولات ومحقق حاجات كتير. الحادثه بتاعتي حادثه دايفنج اصلا، وانا كنت بنط عادي بقى. قفزه الثقه دي كانت بالنسبه لي، نطه الفيديو دي كانت بالنسبه لي ميه، يعني كنت بعمل سكاي دايفنج، حاجات كده كتيره. فكل ده كان بالنسبه لي عامل. بس زي ما دكتور اسلام قال، هي مايند سيت، والمايند سيت دي بتيجي. انا بالنسبه لي شايف الاشيفمنتس، يعني انا لما اجي قابلتني مشكله وانا قعدت ادور على حل ولقيت لها حل، دي بالنسبه لي اشيفمنت. الاشيفمنت ده بيخليني او بيديني حافز اكبر ان انا اوصل للي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. يعني انا اللي خلاني قلت لك ليه بقول لك بعد ما لقيت موضوع الكيبورد دي كانت بدايه الجورني معايا، لان انا خلاص انا لقيت حل لدي. طب ايه المانع الاقي حل بعديها ان انا اقدر اكل لوحدي، اقدر اشرب لوحدي، اقدر اعمل لوحدي. انا وصلت الحمد لله كواحد شلل رباعي انا معتمد على نفسي كليا. فحاجات كتير حتى طبيه صعبه كتير وورلد وايد، مش بتكلم في مصر او ميدل ايست بس، بتكلم عالميا ان يبقى في حد رباعي قادر ان هو يوصل يكون معتمد على نفسه. دي في حد ذاتها حاجه مش طبعا مش سهله. بالظبط، بيبقى انجاز كبير بيعتمد على ان انت تكون فاهم وتحاول تدور عشان تقدر تلاقي حلول وتبتدي تحاول زي ما قلت تحاول تعمل اشيفمنتس كتيره. خلاص انت وصلت الاولانيه، طب ايه المانع اوصل الثانيه؟ هل انت كلها تفتحها اشيفمنت؟ لا، في الحياه كلها ابس اند داونز، انت في حاجات هتوقعك، في حاجات هتطلع، في حاجات هتعمل. فهي كلها بتعتمد على كده. بس اجابه على سؤالي، انا على سؤالك شايف ان هي جايه من نشأة الشخص نفسه، بتبقى عامله ازاي، يتربى ازاي، عمل ازاي، كل دي بتهيألي بتفرق مع الشخص جدا. طب التحديات اللي واجهتك من ناحيه التمرين، انا طبعا عارف ان انت عامل تولز وهنجربها دلوقتي عملي. بس في حته مهمه جدا جدا يعني، وانت حتى بتتكلم فيها، كانت حته بالنسبه لي مهمه جامد قوي. انا بالنسبه لي شايف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني قاعد على كرسي مش عشان اقدر اساعد غيري.
ده فعلا. حتى لو ممكن يكون غلط، بس انا حابب ان انا اكون افضل مقتنع بالفكره دي. انا لما جيت دخلت معاكم في تيم عز، كنت عايز احقق حاجه ليا والجميع اشخاص ذوي الاعاقه الاخرين، ان احنا ازاي نقدر وانت في بيتك يكون عندك بروجرام مظبوط معمول عشانك. لان هات لي واحد، بتكلم بصراحه، هات لي حد موجود بيقدر او في زي البروجرام ده يكون سبيشاليزد فور بيبل ويز disabilities في مصر، بلاش في مصر، في ميدل ايست. تعال فكر حتى موجودين هناك، هل في حد اصلا بينفولف اشخاص ذوي الاعاقه موجود معاه في البروجرام؟ مفيش. صعب. صعب قوي. لما رحت المانيا مش كان في حاجه زي كده ولا لا؟ بص المانيا بيبقى فيه يعني انت عندك مستشفى اولم، عندك مستشفى انفا كلينيك مورناو، عندك مش عارف مين، هم كلهم جوه هناك المستشفى. سبيشاليزد جوه مستشفى، لكن مش في بيت، مش في بيته. يعني دي كانت حاجه مميزه ان انت عملت. بالظبط، مش في بيته. ازاي ان احنا نخلي الشخص ده وهو في بيته قادر يلعب وقادر ان هو يمبروف هيز ماسلز وكل حاجه، يعمل فورمه بقى جميله كده، فاهم؟ دي مش سهله. انت وريتني صور، كنت بتوريني صور من شويه على الموبايل بتاعك، الناس بتستعمل التولز بتاعتك وبيستعملوا الماشينز او الحاجات اللي انت عاملها، وعاملين فورمه ما شاء الله. لا كتاف عضلات وباي. وبتاع وكتاف وبتاع. يعني خليها، هبعت لكم الحاجات دي ان شاء الله هتفيدنا تعرضوها. جدا. هتفيدنا جدا. ده واحد اسمه بلال هيكل، ما شاء الله عليه، هو رباعي برضو، ووصل الحمد لله عمل ماسلز جميله من التولز دي. ف الفكره برضو فكره مايند سيت. هو كان بيلعب على ما اتذكر تايكوندو، وحصل مشكله وهو في مباراه، يعني حد شاله فنزل، حصل له كسر برضو في الفقره السادسه وسبعه على ما اتذكر، عنقيه، اصلا في خلال شهر رباعي. بس هو دلوقتي برضو كان عنده تحدي جامد جدا، وانا هحقق ده، انا هعمله. بس كان برضو بيقابل نفس المشكله ان هو ما عندوش الموفمنت، ما بيقدرش يحرك ايده خالص. فمع التولز انا جيت قلت له، هو بيقول لي كده، قلت له بس تولز زي عايز التولز زي انا كنت طالب منك انت فعلا تعمل حاجه. هو ما شاء الله عليه كان قد التحدي بالظبط، وقدر ان هو يكون موجود. فبس برضو زي ما قلت، في ناس كتيره، هو يمكن بلال عنده القدره ان هو يكون، هو كان ساعتها موجود في مستشفى، فعنده القدره ان هو يبقى كل يوم موجود، عنده الماشينز، عنده حاجات كتير يلعب. لكن انت لو موجود في بيتك، هل كل الناس مش هتقدر تافورد ان هي تكون قاعده في مستشفى زي دي؟ فانت ازاي تبقى في بيتك؟ سهلت الموضوع. انت سهلت الموضوع. نديك التريننج بتاعك، نديك النيوتريشن بتاعك اللي مخصص ليك، وبنديك التولز اللي تقدر ان انت تكون معتمد على نفسك فيها في البيت. وده التحدي على فكره في الموضوع. وده التحدي. في إن أنت تحديات إزاي تانية، تتحرك بس في ده اساسي انت ايه احساسك لما صديقك او بلال خد الحاجه دي وشفت البروجرس على عينك؟ يعني شفت ان هو فعلا استفاد بده، بس احساسك ايه لما شفت الحاجه اللي انت عملتها فادت الناس؟ هي فادتك في الاول، بس انت شايف ان هي فادت الناس. بص، ما هي دي بقى احلى احساس في الدنيا ده. بص دي بقى خدت بالك من دي يعني، قفشتني دي يعني. بص انا زي ما بقول لك من شويه، انا بالنسبه لي ان انا يعني شايف ربنا سبحانه وتعالى خليني قاعد على كرسي عشان غيري مش عشاني. فانا اكتر حاجه بتبسطني بجد ان انا اشوف الفرحه في عين حد، يعني اقدر اساعد حد واشوف الفرحه في عينه. انا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها، فاهم؟ مش شرط ان هي عن طريق تولز. احنا ساعات كتير قوي بيبقى في ناس مش بيقدروا ان هم يافورد ان هم يجيبوا الميديكال اكويبمنتس، احنا ساعات بنوفرها كتير. انا برضو عندي شركه متخصصه في حاجات الميديكال اكويبمنتس فبنوفر. فان انت تشوف الفرحه في عينيهم. انا في حد كنت في اسكندريه من كام يوم الاحد اللي فات، وكنت مع واحد برضو رباعي بقاله 30 سنه، هو عنده 47 سنه دلوقتي، بقاله 30 سنه ما بيعرفش ياكل لوحده. صعب. ما بيعرفش ياكل لوحده، عايز ياكل بيجيب ساندوتشز وبتاع ومش عارف ايه، لا اما حد ياكله. فانا مجرد معاه ووريته التولز وبنسك التول دي، وكان طاير من الفرحه. انت متخيل؟ هو مجرد بس عرف ياكل لوحده. ما باين لك بقى لما اجي اقول له لا انت قادر تعيش، قادر تعمل رياضه، قادر تتمرن من الجسم في بيتك من غير ما تروح هنا ولا تعمل هنا وتعمل اي حاجه. فدي ده ميزه اللي انتوا بتعملوه. ده ميزه ان الواحد يكون موجود في بروجرام صح، كاستمايزد، مع ان احنا بس بنكستم ان احنا نديله التولز مع بعض الحاجات صغيره برضه اللي هنتكلم فيها، اللي قابلتني زي موضوع الاكل مثلا. كان عندي فيه تشالنج دخلنا فيه انا ودكتور اسلام، ان انا طب انا محتاج امشي على اكل معين ومحتاج اكون في حاجات معينه، طب دي هنعملها ازاي؟ انا مش بقدر احرك، طب هتصرف ازاي؟
فلسه كنا قاعد بنضحك، قال لي اير فراير انا عندي 3 دلوقتي. يقول لي انت هتتاجر فيهم ولا ايه؟ بالنسبه له سهله، هي مش محتاجه منه اي مجهود او اي حاجه، وفي نفس الوقت اللي هيقطع ولا هيعمل تبقى الحاجه جاهزه، يحط الاكل يختار البروجرام، هي بتساوي لوحدها، مش هيحتاج بقى فرن يفتح. لان خلي بالك هو الموضوع يبان عشان احنا من بره فشايفين الموضوع ممكن مانجبل. يعني انت مثلا من ضمن المشاكل بتاعت الاكسرسايزز مثلا لحاله زي باشمهندس ايه، هو ازاي هيبقى قاعد على الكرسي ويحتاج ينام، او لما ينام ازاي يحتاج يقوم. فانت اول تشالنج ليك اصلا ده بره قبل التمرين، ده بسم الله الرحمن ده اللي الرحيم هو في الصحيان والنوم ده ما بالك بقى ده لما يبقى يتمرن. طب هينام ويقوم ويقوم وينام، طب ده محتاج يظبط نفسه لان مفيش كور كنترول خالص في الموضوع. فازاي تبدا تعمل تمرين يمرن جسمه من غير ما يحتاج ان هو يبدا يتحرك الحركات دي؟ ازاي لما يبقى ساعات بيبقى في تمارين فيها ريزيستنس فهيضطر ان هو يشد نفسه ويتحرك، ممكن مع الشده الكور جزءه ما يسعفوش فيقع. طب ازاي يبدا فكرنا في موضوع الاستراب ان هو يربط نفسه بستراب في الكرسي؟ دي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي بتواجهنا، ازاي يبقى مثبت نفسه عشان يعرف يمرن جسمه، وازاي يبدا يغير. يعني انت مثلا في التمارين العاديه بتاعتنا احنا ايه، انكلاين ديكلاين، بتنام على البنش فلات، بتقوم تقعد، ده عشان انت بتعرف تقوم وتقعد. هو تشالنج اصلا ان هو ينام ويقوم، فانت محتاج تكستمايز حاجه نمرن بيها الجسم وفي نفس الوقت ما تخليهوش يحتاج ان هو يغير ده. فكان طبعا كان رابر باندز، وفكره الرابر باندز كانت اسهل حاجه بالنسبه لنا، واللي ساعدنا بقى ان احنا ندخل ده بشكل بقى دوبل اكتر هو التولز بتاعته. بمجرد ما يبدا يشبك فحتى الهاند فانكشن مش تبقى محتاجه قوي. حتى كمان فكرنا ازاي تبقى الباندز نفسها بتتحط في ارتفاعات يا باشا مختلفه. الشنطه السحريه دي على كده طول لازم نشوف. نشوف. انا جايبها خلينا نطلع الشنطه الجميله السحريه، الشنطه السحريه. خلينا نتكلم. ده كان يمكن ده جلوفز. خلينا نطلع، حاول يعني نطلع سيمبل من واحده من كل حاجه، يعني نخليها معانا هنا على رجليا اكتر، نحطها تحت تاني. طيب عندنا دي الاولانيه، دي عباره عن ايه؟ ده جلوفز. الجلوفز ده بيسمح ان انا امسك اي حاجه، دامبلز، شاكوش، ايا كانت ايه الحاجه اللي انا ممكن امسكها. يعني انا عندي نحات. ده مش بس في التمرين، لا انا عندي نحات خدها وبقى يا ما شاء الله. بقى بيقدر يعمل. لو تاخد بالك هنا في تفصيله ان هو بيفتح بصباعه. انا هوريكم دلوقتي نفسها اصلا. بص الفكره هنا في ايه. بيشد. انا هنا دخلت، انا عندي هنا حلقات خلاص، انا مش بحرك ايديا، فانا ازاي هعمل دي؟ فانا هنا الحلقه وباجي بحط ايديا كده، بتيجي على الحلقه اللي هنا دي كده، مسكت وقفلت بح. انا كده خلصت من هنا. عندي الحلقه دي كمان، باجي اي دامبلز من هنا. حتى في تفاصيل صغيره، يعني انا دي لما جيت عملت لازم اعملها تبقى ثابته، يعني تعمل كده وتثبت. ليه؟ عشان لما اخد دي كده وراح جاي مدخل دي كده، ما تقعدش تلعب. في حاجات من هنا، يعني دي تفصيله صغيره مش هياخد باله منها الا اللي عملها. انا مسكت واقدر العب كده في ثانيتين. دخلت الوزن جوه معاك جوه البتاع بقى ما هي انت بتيجي في الاول بتاخد من هنا، بتحط الوزن معاك من هنا، من البدايه بتحط الوزن تمام، وبعد كده تعملها. كل اللي عليك تعمله تاخد دي من هنا تمام، وتروح مدخلها كده خلاص، تحط الوزن هنا تمام، وتعمل دي كده خلاص، انت مسكت الوزن وتقدر تلعب كده، تقدر تلعب كده، تقدر تعمل كده، كل في ثانيتين. حلو قوي لذيذ. بس التشالنج اللي كان جامد لما جه بقى ايه، دكتور سام قال لي احنا هنلعب برابر باند، عشان الرابر باند بيصعبها. فاهم، وعايز يصعبها عليك. هي اصلا عمليه صعبه لوحدها. دي خدت مني بقى تشالنج شويه، لان انا خلاص انا بحط. فانت الرابر باندز انت عندك مستويات في ليفلز، يا اما تحطها فوق فاهم عشان تيجي بقى تلعب كده تعمل مش عارف ايه، يا اما تحطها في نفس المستوى الرينج بتاعك، يا اما تحطها تحت. طب انا اصلا مش عارف احطها ولا هنا ولا هنا ولا هنا. طب خلي بالك هو الرابر باند كان لسبب، لان الرابر باند هيخليه يتمرن كل حاجه في كل الاتجاهات بالظبط، وهو قاعد. ما هو مش مثلا عايز اقول لك ليه اخترت اصلا الرابر باند. عايز يتمرن بعدين مثلا، عايز تزود الوزن، عايز تزود الريزيستنس. لو الوزن تقيل مش عارف ممكن ما تعرفش تشيله، ما تعرفش تاخده من على الارض. هو الجلافز تسمح له ان هو يتمرن كتير، بس هي الفكره كلها في الرابر باند ايه، انا ممكن احط ريزيستنس توصل معايا لحد 50 كيلو 60 كيلو حته استك، مش هيحتاج مني وزن ان انا اشيله اصلا. فده كانت اول اتجاه. يعني مثلا انت عايز تتمرن بوزن تقيل، انت عشان تجيبه من على الارض لحد هاندكاب وترفعه وتحطه على رجليك وتربط عليه، ده مجهود، ده محتاج معاك حد يشيل لك الوزن من على الارض ويحطه لك وبتاع. فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين ان هو يخش يتمرن. انا خدت قرار انا هتمرن استك
وزنه لا يتعدى ال 10 جرام هياخدوا يشبكوا في حاجه ويتمرن. وكمان في حته فكان سيفتي. ده طبعا سيفتي، لان ممكن الدمبل مثلا يتزحلق يمين يتزحلق شمال فده يتعب. فكان اول حاجه لازم تكون كانت اول تشالنج بالنسبه لنا، لازم تكون التول اللي هيستخدمها اكسسبل، حاجه سهله يعملها. فمفيش اسهل من الرابر باندز، فيها هوكس من فوق ومن تحت فخلاص هشبك. تاني حاجه ما تخليهوش يضطر ان هو يحرك يعملها وهو قاعد، مش عايز ينام. يعني مثلا انت عايز تخليه يتمرن شيست بريست مثلا، فالchest شيست كده press لازم تنام عشان تبقى عكس الجاذبيه. بالظبط. فيبقى الحل كانت إيه؟ صعبة. بدل كده؟ ما احركه هو احطه هو معلول وخلي الرابر باند من وراه. فالرابر باند هيخليه عايز يتمرن لاتس. انت هو عنده اللاتس كويسه جدا، وحتى كمان لما بدا يتمرنها بدات تظبط قعدته. هو نفسه بقى قادر يقعد اكتر ثابت لما بدا ظهره يشد اكتر كعضلات الظهر. طب هو هيتمرن ازاي لاتس والدمبل ريزيستنس لتحت؟ ما هو لازم يبقى في ريزيستنس جايه من هنا جراب او حاجه او ريزيستنس جايه من هنا. بس في حته بس في حته هقول لك عايز وهو قاعد. الحته دي مهمه جدا. فمثلا اللاتس تمارين الظهر، طب هو هيجيبها ازاي؟ يعني مثلا احنا لما بنتمرن اللاتس احنا كاصحاب بنعمل ايه؟ يا اما بتبقى على لات بول داون مثلا، يا اما لو مثلا هتلعب بدمبل فانت بتعمل لازم هتقوم وتسند وتعمل رو مثلا، تعمل وات ايفر اللي بتعمله. طب هو هيقوم ازاي اصلا؟ مفيش. فكان اول اختيار ولازم كنا هنبدا بيه هو رابر باند، سهله وكل اتجاهاته هو قاعد مفيش فيها اتجاه حركه. تاني حاجه بقى كان الحل ازاي نخلي رابر باندز يعرف يتمرن من فوق ومن الوسط ومن تحت. فقلت له ايه رايك لو نعمل 3 هوكس، واحد بمستوى ايديك فوق، ارفع ايدك فوق لحد اقصى حته وحط هوك من اللي هو الجانش الجانش نص دايره كده نص مفتوحه. دايره مفتوحه، وفي منه نوع مقفول خالص. حط هوك، وعند مستوى صدرك حط هوك، وعلى بعد الارض فوق بشويه حط هوك. فكل اللي بتعمله ايه؟ انت يا دوب بتشبك الهوك فوق، هوك في النص، هوك تحت، خلاص انت كده زوايا الظهر. عايز زوايا الظهر، زوايا الشيست، زوايا الشولدر، زوايا الباك، اي حاجه انت عايز تلعبها مش محتاج هوك فوق، هوك في النص، هوك تحت. عايز بقى تزود مقاومه مع في رابر باندز كل واحد فيهم مثلا ممكن يوصل لحد 10 كيلو، انت ممكن تحطهم كلهم يعملوا مثلا حوالي 70 80 كيلو. لو انت عايز تحط تك 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 انت حطيت 80 كيلو ريزيستنس من غير ما تشيلها مع الارض. بس هو بتركب في دي بتركب دي. بس هو في حاجه مهمه جدا عايز اقول لك، انا الرابر باند لسوعتني. كمل اول بقى عشان خاطر انا اول هو طبيعي لازم تلسع منها. لازم تتعب الاول وبعد كده انا اول ما استخدمت الرابر باند ركب خلي هنا الحلقه الناحيه الثانيه، الحلقه كده دي بره عشان تبقى قريبه من اقلبها بس خلي حاجه كده بالظبط كده. ايوه كده تبقى اقرب للاستيك كده صح. بالظبط. شد بقى شد وبراند وبتاع لازم نظبط. لازم براند. المهم كنت بدات رابر باند، فانت عارف رابر باند هي بتاع تحط الايد فهي مش بتمسك، فانا اقعد امسك كده ليه راحت خلاص راح لابس نفسه. يعني انا قعدت اتلسعت منها لسوعه جميله يعني في الاول. فشكرا يا دكتور على اللسوعه. شكرا على السؤال. ده اللي خلاني اقعد افكر كتير. I'm gonna be totally honest، دي مش انا اللي مخترعها او مش انا اللي عاملها، لقيتها موجوده بره لكن غاليه جدا جدا جدا. فجبتها عملت ريفرس انجينيرنج ليها او هندسه عكسيه، واستوردت بعض الماتيريال بتاعتها. ان انت الحته اللي موجوده قدام دي معموله، يعني معلش نقولها لي، هي من جوه هنا دي الماتيريال اللي هنا دي ما بتعملش حساسيه. انت مهما تعرق مهما يكون في اي حاجه هي ما تعملش اوريدي حساسيه نهائي. في نفس الوقت اللي هنا دي لازم تبقى ناشفه جدا جدا، بحيث انه لما يجي بيشد لو شايل اي وزن ما تفكش منه فما يتلسوعش اللسوعه اللي هتلسوعتها. تمام. ففي نفس الوقت لازم تكون سهله وهي بتتلبس. فهنا كانت الفكره بقى هنا ايه، عشان اقدر اعمل كل التريننجز الموجوده انا بفضل مثبت دي في الريزيستنت باندز على الهوك نفسه. كل اللي انا بعمله ايه، هي مفتوحه، كل اللي انا بعمله ان انا بدخل ايدي كده واروح مدخل اي صباع، الصباع ده شايف يعني من هنا عشان الكاميرا تكون جايه تكون جايبه كده. فكل اللي عليا ان انا اعمله دي كده وادخل بقفل خلاص، ودي ثابته. تبتدي بقى تلعب معاك اليمين والشمال، تبتدي بقى تلعب معاك كده، تعمل كده، تاخد كل التريننجز بتاعتك بكل الزوايا وانت قاعد في ثواني. انا زي ما بقول لك انا في الريزيستنت باندز دي عشان كنت اعمل الاثنين ثلاثه لو تفتكر بقعد اعملها ببقك. شفت واعمل يعني بقعد حوار يعني. الموضوع مش سهل فعلا. دي عايز اقول لك بقى حاجه، احنا محتاجين نكتر بين السيشنز دي
جدا جدا. دي من اكتر السيشنز اللي فادتني. فعايزين نتكلم برضو في الحتت اللي هو ازاي نقدر نimprove اكتر. فدي حته مهمه. وده السؤال واحنا اللي قاعدين كنت عملنا تفاصيل كتير قوي في التمرين، ظبطت له حاجات كتير قوي وهو في السيشن. يعني هو كان في حاجات بيبقى مايل شويه فكان ما بقاش افكتيف قوي التمرين. لما بقيت اظبط له الزاويه بتاعته في القعده والزاويه بتاعته في انه ازاي بول وازاي بوش، لا فرقت معاه حتى في احساسه نفسه بعضلاته. وخلي بالك فكره ان حد يبقى قاعد على كرسي يبدا يحس بعضلاته وهي بالكونتراكت، يعني الموضوع يعني الموضوع بالنسبه للاصحاء بيبقى هاي، ما بالك بقى لحد هو ان هو بس يبدا يحس بعضلاته دي في حد ذاتها ده انجاز. وحتى كمان لما هو بدا يستمر على التمارين، طبعا ظروفه كانت دايما مش بتسمح ان الموضوع يبقى كونسيستنت 100%، بس لما استمر على التمارين فرقت معاه في مش يعني مش بنتكلم هنا في شكل، احنا بنتكلم بقى في صحه بشكل عام. الضغط بتاعه ظبط، الباكلوفين اللي كان بياخده والحاجات اللي كان بياخدها عشان دي حته مهمه اشرحها بالتفصيل. هو اكيد هيقول لنا فيها بقى ارقام. انا بقول لك هو عارف عن حالته اكتر من اي دكتور انا متاكد من ده. ايوه ففرقت معاه بشكل كبير جدا. وكانت اهم نقطه هنا برضو اللي خلانا برضو نختار رابر بالانس والحاجات دي كلها، انه ازاي يتمرن من غير ما ينزل يروح جيم. لان اللي قاعد مع حد هانديكاب او قاعد مع حد عنده مشكله حركيه وكده، في عناء بس عشان هو ينقله من اوضه لاوضه، ما بالك بقى عناء ان هو ياخده من مكان لمكان تاني وينزل ويخش وسط ناس وبعجل جوه جيم. هو حتى نفسيا هو كشخص بيبقى قلقان ان هو يبقى في وسط الناس، طب هيبصوا لي ازاي، طب انا هبص لهم ازاي. فكان لازم نكستمايز حاجه يبقى جوه البيت 100% 100% جوه البيت. بس فدي كانت حته مهمه جدا جدا يعني، عشان كده اخترنا ليها الريزيستنس باند واخترنا ليها والتولز كمان اللي عملها باشمهندس ساعدتنا كتير قوي في الموضوع ده. السؤال بتاعي دلوقتي ازاي نقدر نوصل او ناخد التجربه دي نبتدي يعني نوسع في ان هي توصل لناس ذوي اعاقه اكتر من كده، وايه الحاجات اللي محتاجه تحصل عشان نقدر نتوسع في التجربه دي، عشان اعتقد ان التجربه بتاعتك فريده من نوعها شويه. واحنا معانا accumulated learnings، يعني احنا معانا حاجات كتيره اتعلمناها سوا، يمكن ناس تانية ما تعرفهاش، او جربنا طب لا الرابر باندز احسن في الوضعيه دي، طب لا نجرب التولز دي، طب التول ده مع الرابر باند. يعني معانا accumulated learnings او معرفه مكتسبه مش عند حد تاني. فازاي نقدر ناخد المعرفه دي نوسعها ونوصلها بحيث ان اكتر ناس تقدر تستفيد بيها؟ رقم واحد الاختيار. لازم الناس اللي تكون بتختارها تكون المنتاليتي بتاعتها صح، تكون هي فعلا عايزه تعمل حاجه، عايزه تحقق حاجه. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا بنوفر لهم زي التولز اللي هي تكون موجوده، بنوفرها لهم ان هي تكون معاهم. وانا من ناحيتي هدي الناس كلها ديسكاونت من from 10 ل 20% ان هم ياخدوا التولز دي، ولو في حد مش قادر هديها له ببلاش من عندي انا كطارق. التولز دي هطلعها لهم كده. ايه الحاجه الثالثه والحته مهمه جدا اللي انا عايزين نشتغل معاها مع دكتور اسلام؟ انا في مره كانت احلى المرات اللي عملنا فيها ميتنج انا وهو، دخلنا سيشن مع بعض ساعه، هو بيشوف انا بعمل التريننج ده ازاي. خلاص. ودي كانت من بدايه الحاجات اللي انا كنت زي ما كنت بقعد حاجات احط في بقي واعمل ومش عارف ايه وايه. انا ممكن اكون بعمل التمرين كده، فلا ده مش صح، لازم اعمله كده. خلاص. فدي من الحاجات المهمه جدا. لازم السيشنز دي مش بيبقى احنا بنعمل فولو اب تقريبا ربع ساعه، بيكون موجود تقريبا كل 2 ويكس بالظبط. خلاص. فشايف ان لا ممكن في خلال ال 2 ويكس او كل 3 ويكس او كل حاجه يكون في سيشن ساعه انا بشوف هو بيعمل التمرين ده ازاي عشان نوصل لاكتر حاجه efficient. الحاجه الثالثه والمهمه هي حته النيوتريشن، ان هي بنيجي نعمل نيوتريشن زي ما قلت ان هو بيكون مخصوص لي بيزد على جسمه والاناليسز اللي احنا بنتعمل. وده بقى كان السؤال الفولو اب بتاعي. يعني انت طبعا واجهت اكيد تحدي في انك تطبخ، يعني حتى لو جالك نيوتريشن بلان او حاجه، طبعا اكيد واجهت تحدي. كل الناس العاديه بتواجه تحدي في انها تطبخ النيوتريشن بلان بتاعها. ايه التحديات اللي واجهتك في الموضوع ده بالذات؟ يعني كان ايه الحاجات اللي هو لا دي فيها عندي مشكله، وانت متوقع طبعا ان الناس اللي هتيجي من بعدك تواجه نفس التحديات دي ونحلها ازاي؟ طيب انا كانت قابلتني المشكله دي، انا ما كنتش فعلا عارف ان انا اطبخ او اعمل حاجه دي تكون بالنسبه لي سهله. فلما اتكلمت مع دكتور اسلام قال لي طب ما تجيب اير فراير وتبتدي انت تحط الحاجه وتعملها. فبقيت دي كانت حاصله
كان من ضمن الحاجات، كان من ضمن الشغل كان في برجر، ان انا اجيب برجر واعمله. فبقيت اجيب برجر، بقيت اجيب من ميرشنتس معينين واجيبه وبحطه في الاير فراير، وقعدت اجرب 15 دقيقه 16 دقيقه لحد ما وصلت في الاخر اللي هو مثلا يبقى ده 20 دقيقه ليه. وبجيب عيش برضو معين وبقيت مجرد ما احط فيه وباجي اطلع. وعملت حاجه في الاير فراير جميله جدا جدا برضو، ان انا بقدر اطلعها واحط الحاجه واقدر اخدها على طول بسهوله جدا. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي فادتني قوي قوي قوي. في نفس الوقت كانت حته البايلنج بتاعت البيض وبتاعت مش عارف ايه برضو، كان ده كنت بتاعت البيضات الصبحيه دي، كان موضوع بالنسبه لي حوار. تمام. وعايز صعب عليك. يعني قال لي اسهل حاجه. قال لي كده، فده كان استراجل بالنسبه لي برضو شويه ان انا اعملها. وكان اقول برضو ان الواحد ما ينفعش، يعني انا ممكن اكون، فلازم برضو بيكون في مساعده شويه من الناس، يعني الواحد يفضل برضو لوحده كده على طول. فبرضو والدتي ساعدتني بصراحه كتير جدا جدا حته النيوتريشن يعني. في نفس الوقت الاستمراريه، بس دي بقى بتعتمد على المنتاليتي. وانا بدات اخش استخدم الاي اي في ان هو برضو يشوف لي ايه الحاجات اللي تقدر تتناسب معايا، وفي نفس الوقت ما تاثرش على جسمي جامد. ايه الحاجات اللي شفتها في مصر فرق جامد يعني اكتر احسن من بره، والحاجات اللي انت شفتها بره احسن، هم احسن فيها مننا من ناحيه على الاقل الجزئيه الرياضيه او التمرين؟ يعني عشان بسالك عشان انت تبحرت في الموضوع ده جامد، واحنا كنا يعني لمسنا الموضوع ده في اول قعده لينا خالص، بس كنا عايزين يعني كنت حابب اسال فعلا ايه الفرق ما بين هنا وهناك، حاجات لقيتها هناك مش موجوده هنا، وحاجات لقيتها هنا مش موجوده هناك، وازاي تجيب الكويس وتصدر الكويس يعني. بص انا هنا انا مش فاهم السؤال بالظبط قوي، بس يعني خليني اقول لك وانت صلح لي لو انا غلط. انا بره في تولز اوكي، يمكن مش كلها تكون موجوده، دي حاجه فعلا انا قصدي عليها بالظبط، بس في تولز موجوده بره. ولكن برضه مصر عندنا مشكله في لاك اوف نوليدج من ناحيه سباينال كورد انجريز، او في عدم معرفه كام باشخاص من ناحيه اشخاص. ده احنا كمصر عشان نتكلم بصراحه كبوبيليشن كام السباينال كورد انجريز في مصر؟ في مصر بنتكلم اشخاص ذوي الاعاقه بنتكلم من 11 ل 15%، يعني بنتكلم من 11 مليون ل 15 مليون شخص ذوي اعاقه. ياه 15 مليون شخص ذوي اعاقه في مصر مع مختلف الاعاقات. يعني انت عندك مثلا قصور حركي، قصور بصري، قصور سمعي، قصار قامه، قصور حركي. فانت عندك في فاريوس يعني، فانت بتتكلم بالظبط برسنتج نتكلم من 11 ل 15 من مليون 120 مليون طبعا مع 15 مليون طبعا بالظبط، من 11 ل 15 مليون. ده اسبير الورلد اورجانيزيشن. بص هو مش لاك اوف نوليدج يعني، برضو اضيف الحته دي قد ما هو الناس بتتعامل معاهم ازاي، خصوصا المختصين. يعني هو الفكره كلها في ايه؟ يعني هو نفسه مثلا قابل فيزيوثيرابيست كتير، يعني فيزيوثيرابيست كتير وتمارين وحاجات من دي، بس ما حدش قدر يديله الحته اللي احنا اديناها له، من حيث ان هو يبدا يعمل عضلات ويعمل شكل جسمه ويعمل قوه عضلات. ليه بقى؟ لان اللي بيتعامل معاه بيتعامل من منطلق ايه؟ هو كويس ان هو عايش، هو كويس، يعني هو ما عندوش الفكره ان هو ممكن ياخد، ان هو الشخص ده ممكن يتطور. حتى التطور ده مش بهدف ان هو يطور شكله، هو الهدف ان هو يطور صحته. المشاكل كتير قوي من السباينال كورد انجريز من ضمن الكومبليكيشنز بتيجي بعد المشكله ممكن تودي بحياتهم، لان ما عندهمش ماسل تون كفايه، ما عندهمش عضلات، فبيتاثر عليهم في التنفس، بيتاثر عليهم في الحركه، بيتاثر عليهم في السورس، بيتاثر عليهم. صح. فهو المايند سيت بتاعت الراجل سواء جراح او سواء دكتور علاج طبيعي او سواء ايا كان اللي بيتعامل معاه، هو كويس ان هو عايش، هو كويس ان هو فايه، هفكر ان انا اصلا امرنه ليه، او هفكر ان انا طب اديله تمارين ليه، هو اصلا هو عارف يتحرك، هو عارف يعمل. فالمايند سيت دي مخليه اصلا هو مش عايز يخش يدور انا ممكن اعمل ايه اساسا. ما هو النولج موجود، يعني هم بره بيتعاملوا مع الناس اللي عندهم المايند سيت بتاع الشخص برضه بالظبط، يعني مع انه دكتور ومع انه مختص ودي شغلانته، بس هو من مايند سيت اللي هو ايه، ده كويس ان هو الدنيا ماشيه معاه، هو عايش، هو شغال. بره هم بيبصوا الموضوع بشكل مختلف، هم عايزين تعطيل الموضوع بالظبط. بره هو عايز يخلي الشخص ده منخرط في المجتمع، بيتحرك وموظف وبيشتغل وبينتج، مش مجرد حد موجود مش مالوش دور.
هنا بداوا هنا يبداوا في القصه دي، بس للاسف لسه برضو ما غيروش العقليه بتاعت الناس. فعشان كده هو جرب دكتور واثنين وثلاثه، انا متاكد ان هو راح لدكتور واثنين وثلاثه وده علاج طبيعي وتريننج وكل حاجه بس الموضوع هيبقى مقتصر على ايه؟ يا دوب احنا مش بنعرف نتني كوعنا، مش بنعرف نفرد كوعنا، مش بنعرف نستريتش هنا، مش بنعرف نستريتش هنا، خلاص. لسه كنت الحته دي مهمه جدا جدا جدا. الفرق ما بين برضه بره وهنا ان الدكاتره هنا مش كلهم، مش هنعمم يعني، ولكن اكترهم بيعملوا ستريتشز. يعني هو مجرد بيعمل ستريتشز عشان يحافظ على المسلز اللي موجوده، مش عشان يقويها، عشان يطورك بالظبط، مش عشان يقويها. فهو اخره بيروح يقعد معاه يعمل له سيشن ستريتشز للماسلز بتاعته، مش عارف ايه، يعمل الكور بالانس، ان هو يبقى واخد الكور بالانس بتاعه عشان ما يقعش، ما يعملش الكلام ده كله، لكن مش يبني تون ماسل. فدي حته مهمه جدا، الفرق اللي موجود. طيب ايه الخطه او ايه التارجتس او الهدف اللي محطوط الفتره اللي جايه، او اللي انتوا حاطينه الفتره اللي جايه؟ طيب معلش انا في حاجه هقولها مهمه جدا جدا قبل بس الحته دي. انت تقول اللي انت عايزه. ده انت انا عايز اقول الفرق هنا، حاطه حاجه مهمه جدا جدا حصلت معايا بعد ما بدات التمارين، ودي حته مهمه قوي. انا قبل ما ابدا معاكم، انا كانت قعدتي ببقى قاعد مزحلق نفسي ومش قاعد 90 زي ما هو دلوقتي، مش دايما قاعد معاكم دلوقتي. السيشنز اللي بعد الجلسات البي تي اللي هي المدرب الشخصي، احنا بقالنا شهرين مع بعض بالظبط، وشهرين انا مش منتظم فيهم كامله. ده شهرين من الالتزام بالتمارين اللي هو بالزبط. يعني هو الفتره الاولانيه كان ندوب لسه بيفيجر اوت التمارين وبنعمل ازاي وبنسوي ازاي. لما دخلت معاه البي تي سيشن فهو بدا يحسب من وقتها اكشوالي التمرين الفعلي ليه بالظبط. فدي فرقت معايا في ايه؟ انا كان بيحصل لي هبوط جامد جدا جدا جدا، مش ببقى قادر اكون قاعد، يعني بكون قاعد ده مش قاعد على بعضي. فالرقم واحد هو حاسين لي الدوره الدمويه في الجسم. رقم 2 ودي بقى اللي فرقت معايا، يعني بص سما من الارض، ظهري. انا بقيت قادر اقعد 90، يعني زي ما انا قاعد معاك دلوقتي كده، انا قاعد 90 درجه. انا ما كنتش ببقى قاعد كده خلاص، ببقى قاعد بقى مزحلق نفسي وعامل وكده. فادى نفسه بالعظم عشان ما يتزحلقش كيفي يمين شمال. موضوع الاستراجل برضو الناس مش مدركه، لان هي ما عاشتش مع الحالات دي، ان هو بس يثبت نفسه زي ما احنا قاعدين كده، ده استراجل في حد ذاته. فهو لو تفتكر في اول مقابله معانا هو كان انا فعلا حسيت كده، بس كنت عايز اقولها اول ما انت دخلت. هو لو فرد جسمه وده هو لو هو قاعد هي مش حالات، احنا اللي حالات والله. والله مش لان انا فعلا كيفي لقدام. انا فعلا حسيتها لسه شايفه دلوقتي لسه. انا عايز اقول له اصلا الموضوع ده ما رضيتش اقولها، بس لا يعني ما انا كده اول مره اشوفها، بشوفه من ساعتها قاعد كده قاعد ماسك نفسه شيب يا جماعه، عامل فورمه وبتاع. لا انت فرد الجسم ده في حد ذاته ده تشالنج كبير قوي بالنسبه للحالات زي حالتك ودي. وخلي بالك دي حاجات لدرجه كان الالم اللي كان بيجي لك، انا فاكر لما نزلنا قعدنا خرجنا مره خدنا كوفي وبتاع، كنت دايما على طول بتغير الحركه دلوقتي بالظبط. لا وكده بقى انت مش منتظم قوي على التمرين برضه، مش منتظم زي ما قلت لك. عشان اكون برضو صريح، انا قابلتني مشاكل، والمشاكل زي ما حلتنا زي ما قلت التولز اللي موجوده بجد سهلت عليا ان انا مش ببالغ والله. يعني بص يا عز، انا قعدت عشان التمرين كان بياخد معايا ساعتين عشان اعمله. انا بعد التولز بياخد معايا ساعه الا ربع، ساعه وربع فرقه في السيتنج. عشان يسيطر بس ويظبط عادته ويظبط نفسه ويجي يشد الاستيك يلف. ده احنا اصلا لما بنجيب البار من هنا لهنا ده بتاخد بتحرق من التمرين مثلا بتاع ربع ساعه. وفي حاجات جت فادتني وفي حاجات لا، وخلينا برضو نقول في هنا وهنا. يعني مثلا قلنا على الروب ده بقى جبته وهو مفيد، بس لقيت لا الكوره بالظبط. قعدت فيجر اوت فيها شويه وبقيت امسكه بالجلوفز واعمل وكده، بس لقيت نفسي وانا بعمل كده بروح نازل بده واقع لقدام. فقلنا لا اربط اعمل، بس ما بقيتش استخدمه دلوقتي اكتر. فبقيت استخدم ده، بقيت استخدم الدمبلز انستيد اوف، او بدل من ان انا اعمل الروب. فاهم قصدي؟ موضوع البول ان انا اجيبها كده واجيبها كده، دي كانت بالنسبه لي ليه بجيبها كده؟ اروح الاقي نفسي ان انا عامل ان ما عنديش عضلات الظهر، عندي ما كانتش اقوى حاجه. فدي من الحاجات اللي فرقت معايا كتير. زي ما قلت انا قاعد معاك، قاعد 90 ماسك ظهرك، ماسك نفسي، ماسك ظهري. طب فرقت معايا ايه تاني؟ ان انا دلوقتي لما اكون قاعد 90 وبزق الكرسي اسهل بكتير
انا بعمل كده بقى واطير فاهم. الماسلز اقوى كمان، الدراعات بلعب بقى بالكرسي واعمل وبتاع، فادى ماسلز اللي خلاك قاعد، خلى في ثقه في النفس اكتر وانا بستخدم الكرسي. فلا البروجرام فرق معايا كتير وانا مش منتظم. يعني لما جيت حتى جيت كنت تتفق معايا تقول انا كده بقى عايز ابتدي العب كل يوم، هو واحد خاف عليا قال لي بقول لك ايه بلاش كل يوم. انا سخنت ايوه انا سخنت والله، بقول لك انا عايز ابدا كل يوم فاهم. يعني انا سخنت بقى عايز خلاص. انا شايف الاوتكم، شايف البروجرس كويس وبروجرس عامل ازاي. فلا انا عايز اسرع بقى، انا عايز امشي الوتيره تكون اسرع معايا. ان شاء الله تنتظم الفتره اللي جايه ان شاء الله لازم قلل السفر بقى عشان سافر كتير. انا بدات اقلق موضوع السفر ده. يعني ده هدفنا بقى الفتره اللي جايه. احنا نفسي الفتره اللي جايه بقى نبدا ده في استراتيجي محطوطه للثلاث شهور اللي جايين. نفسي الفتره اللي جايه نبدا بقى ننتظم اكتر، ونبدا زي ما هو الدكتور باشمهندس قال ان احنا عايزين نبدا نخش مع بعض في البي تي سيشنز عشان نبدا ناخد بقى النكست ستيب. احنا اللي فات كان مجرد بنحط البيزك للبروجرام، ازاي نبدا الحركات الاساسيه الحركات البسيطه. عايزين بقى نشوف لما ننتظم على ده ونبدا نبني ستابيليتي كويسه الى حد ما نحتكور ايه اللي نبدا بقى نضيفه تاني عشان نطور اكتر من اللي عنده. عايزين نطور الباور موفمنت بتاعته، ازاي يقدر يشد حاجه يزق حاجه بقوه، ازاي يبدا لان ده هيتطور معاه، هيفرق معاه حتى في تنقلاته بالكرسي، في حركته، في مشيه، وهيفرق معاه طبعا في الموضوع بشكل صحي كضغط وكماسل تونينج وككل حاجه من الحاجات دي. بس نفسي فعلا نبدا ننتظم في الحته بتاعه البيزكس، نشربها كويس قوي مع برضو التزامنا بالدايت، لان برضو الدايت برضو عامل مهم قوي بالنسبه للماسلز وان هو ازاي يبلد ماسل. الحمد لله احنا دلوقتي بقى بالنسبه لنا ان احنا نعمل الاكل وان احنا نظبط الاكل بتاعنا حتى لو مفيش حد موجود معانا بقى خلاص الموضوع دوبل. بس هو مشكلته في السفريات الكتيره والطالع والداخل والاجتماعات والحاجات دي. ده لو استمرينا عليه ممكن نقول مثلا ايه 4 اسابيع بس، مش هقول 3 شهور، 4 اسابيع بس نخش اولمبيا هنخش بس ممكن ايه مشكله ايه ليه لا؟ ما في كومبيتيشنز لذوي الاعاقه، اللي مشكله لا ما في كومبيتيشنز ذوي الاعاقه، احنا ممكن نحضره ان هو يعمل ده. بس الفكره كلها زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر هي المايند سيت. هو انا شايف ان هو عنده التحدي بالنسبه له اكتر، ودي اكتر حاجه يعني شدتنا من اول قعده قعدناها سوا، وانت حتى استغربت بتقول لنا انتوا هتاخدوا فلوس كام او انتوا عايزين تعملوا الموضوع ده ليه او انتوا ليه متحمسين. ان احنا كان الموضوع بالنسبه لنا ان احنا شايفين قصه نجاح كبيره وحد مر بتحديات كبيره قوي ومحتاج مننا مساعده صغيره في ظل الرحله بتاعته اللي هو خاضها لوحده من البدايه. واحنا كان دي لما قعدنا اتكلمنا لو تفتكر في الجزئيه دي قلنا ان احنا لا هو خد شوط كبير قوي لوحده، هو محتاج بس شويه تبس صغيره مننا تتاخد تتحط على الدايركشن اللي هو ماشي فيه، التراك او الطريق اللي هو ماشي فيه، ونقدر ان احنا نزوده بشويه معلومات تفيده ويكمل الرحله. النهارده انت مش بس هدفك ان انت تعمل عضلات، لا انت دلوقتي ستيل حتى بعد ما خدت البروجرام انت ستيل عايز تساعد الناس اللي عندهم نفس المشكله. انت كنت من شويه بتتكلم معايا برضه بتقول لي لا انا عندي كذا وكذا وكذا ونقدر نساعدهم، وانا شايف ان هم عندهم المايند سيت كويس ومنتاليتي هم كويسين فقادرين ان هم يخشوا ويخوضوا التجربه. فاللي انا عايز اسالك فيه انت ليه بتعمل كده، وايه الهدف من ان انت ستيل دايما عايز تساعد الناس؟ بص خليني اقول لك حاجه. انا في حبه انت بتقول يعني اديتوني حاجات صغيره، اديتوني حاجات كبيره مش صغيره. جسمي اتغير، حالتي اتغيرت، الضغط عندي اتغير، في حاجات كبيره اتغيرت عندي. خليني اقول لك حاجه، واحنا قاعدين مع بعض في البودكاست ده وانا بقول لك كده احنا بنريشيب جزء كبير من اشخاص ذوي الاعاقه في مصر. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هيبقى باذن واحد احد ليه امباكت جامد جدا للناس اللي عندهم اصابات النخاع الشوكي اللي موجودين في مصر. لان انت هنا بتقول له لا انت هنا مش محتاج تنزل تروح جيم، مش محتاج تعمل كذا، انت وانت في بيتك بالبروجرام اللي احنا هنعمله انت هتقدر تكون معتمد على نفسك اكتر، هتقدر جسمك يكون احسن وتحافظ على نفسك. هو نقطه كمان، هو الفكره كمان احنا موصلين ايه، ان انت اصلا تقدر تعمل ده سواء بقى في بيتك ولا بره بيتك. الناس اصلا فعلا ما عندهاش مايند سيت بتاع هل هو انا هقدر اصلا ان انا اتمرن، او هل في فايده من ان انا اتمرن، هل انا اصلا. ما هو انت بتتكلم هنا عن عقليه واحد
هو خلاص، هو زي ما باشمهندس قال كده، هو خلاص يعني فقد الشغف وفقد الامل في الحياه بشكل عام. لما يشوف اكزامبل زي باشمهندس ازاي قدر ان هو لا يتمرن ويعمل شكل ويعمل شيب، مش شكل وشيب قد ما هو كمان صحته بقت احسن، اداؤه بقى احسن، بدا ينخرط في المجتمع بشكل افضل. فده لوحده هو انت تقدر تعمل ده، انت عندك القوه فعلا ان انت تقدر تعمل رياضه زي ما الناس بتعمل رياضه. مش مجرد ان هو لا كويس ان انت عايش زي ما بيقولوا كده مع البتاع، كويس ان انت لا انت هو انت واحد زي يعني الدكتور قال هو انت ازاي عايش لحد دلوقتي دي الدكتور ده بتاع الجامعه ده. لا في لا بس لا الدكتور خلينا نتكلم، ده كان موضوع مختلف بصراحه بس يعني. في نقطه تانية مش عايز اخش فيها طبيا، بس لا الموضوع هنا كان في ناس، اصل انا شفت الكلام ده بقى على منطلق حالات تانية. في ناس بيروحوا الجراحين او بيروحوا لدكاتره المخ والاعصاب، هو بيتعامل معاه من منطلق ان هو ايه، هو انت كويس، انت جاي بتتكلم ليه معايا في حاجه مثلا تقلل لك الماسل تون او حاجه ان انت تعرف تتحرك بيها او حاجه تعرف انت كويس ان انت اصلا عايش وبتاكل وبتشرب وزينا. فهو الناس فعلا المايند سيت بتاعها مايند سيت سيء منتاليتي جدا. تفرق كتير جدا. فان هو برضو مش فكره ان احنا برضو نشكر في نفسنا، بس فعلا هو اعتقد يعني برضو مش مهندس اكد على المعلومه دي او لا، ان هو لقى معانا اللي ما لقاهوش فعلا مع ناس ثانيه. دي حقيقه. في احنا اللي لقينا نفسنا يعني احنا بص احنا خلينا نتكلم في الحته دي، احنا بنكمل بعض. بنكمل بعض. هي دي حته مهمه جدا، احنا بنكمل بعض فيها. يعني انتوا الحمد لله زي ما قلت اديتوني حته النيوتريشن، اديتوني حته التريننجز، انا الحمد لله قدرت ان احنا نعمل تولز ان هي تقدر ان هي تساعد اكتر وتساعد اكتر. فاحنا بنكمل بعض وفعلا زي ما بقول لك احنا نقدر نعمل ريشيب لاصابات النخاع الشوكي اللي موجوده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عندك سؤال لولبي تاني؟ لا كفايه ولا يعني مفيش حاجه كده مش حاجه بقى، اخر حاجه بقى نخلص عليك. كفايه سنه لغايه كده. اسالك اخر سؤال، نصيحتك ايه لاي حد مش عارف يخوض، او نصيحتك ايه لاي حد المفروض يبدا ان هو يحسن صحته وشكل جسمه للاحسن، مش بس عنده اصابه، يعني مش حد عنده اصابه، انا بكلمك ان جنرال، في ناس مش عارفه تاخد الخطوه دي ازاي. فانا عايز اسمع نصيحتك ازاي الناس تحافظ على صحتها وازاي الناس تاخد الخطوه دي. وانا هتكلم في الحته دي، بس خليني هقول لك على حاجه. انا شايف ان الرياضه ما بقتش حاجه ان انت محتاج تلعب رياضه عشان خاطر تبقى عندك شيب حلو. لا، انا شايف ان الرياضه بقت حاجه مانداتري عشان تعيش اصلا. يعني انت دلوقتي لو ما اهتمتش نفسك بالرياضه هتيجي توصل عند سن مثلا ال60 ال70 هتلاقي نفسك تعبان جدا جدا جدا. احنا بنلاقي ناس بره دلوقتي عندها 70 و80 و90 سنه وما شاء الله عليهم، يعني بيعمل. انا كنت لسه شايف واحده عندها ما شاء الله 90 سنه بتعمل ايروبكس وبتعمل حاجه كده فظيعه. فانا في دكتور قال لي انت قدامك حاجه من الاثنين، انت لازم تلعب رياضه عشان تعيش. فهنا المساله بقت مساله ان انت لازم تلعب رياضه عشان تعيش، حياتك تكون صحتك احسن، فتقدر تكون عايش احسن سواء ليك او لعيلتك او لاولادك او لكله. فالرياضه انا شايفها ان هي حاجه مانداتري في الحياه، مش حاجه عشان تحسن جسمك وتخلي شكلك حلو او تعجب بنات او تعمل اي حاجه. لا، انت هنا محتاج تخلي تعمل رياضه عشان تقدر تكون عايش كويس، عايش هيلثي لايف ستايل، تستمتع بحياتك. تستمتع بحياتك، تكون عايش هيلثي لايف ستايل. شكرا ليك جدا جدا بجد، يعني مبسوط جدا والله ان انت جيت. والله انا يعني شرفتنا ونورتنا والله. انا اكتر بكتير كتير كتير، وعندي ان شاء الله باذن واحد احد امل كبير قوي 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 ان احنا نقدر فعلا نعمل امباكت رهيب. في حاجه انا بحب دايما اقولها في حاجات كتير بتاعت محمد منير كينج، ودي حته مهمه جدا جدا. بيقول لك كل المفروض مرفوض. اثبت للعالم انك موجود. كل الحدوته شويه مجهود. خلاص كده.